هذا منسف فتيت خبز صاج، هذا عز الطلب، هذا اللي وصى عليه الدكتور يا سامي. نقول بسم الله. هذا عفيك كركي، بدنا نكسره. عقولتهم جميد، جبل اي صاحبي معاه من الاردن الحمد لله. بدنا ننقع لنا ساعة اقل شيء. طبعا بتقدروا تستبدلوا العفيق في اليوغورت بس ولا عمره بيكون نفس الطعم. غيرنا المية على العفيق، بدنا نزيد مية عشان الملوحة كلها تطلع، مية نظيفة. طبعا بعد ما زلينا الزفر 100%، بدنا نضيف المطيبات اللي هن ورق غار، حب هيل، وفلفل انجليزي اللي هو مخصص للطبخ. بدنا نطلع العفيق ونضربه في الخلاط. الحين انا ايش بفضل احط؟ بحط معاه شوي من مرقة لحم الحلال بس تكون فاترة. ليش؟ لما بتكون فاترة بيعقد الجميد او بيعقد العفيق فيها. ما شاء الله ما شاء الله. يا خال بس بنفت صاج، بس بنفت صاج في مناسباتنا كذي، وبندير. في ناس بيريدوا يديروا مرقة لحال، مرقة الحلال، وبنفت فيها لحال. لا كلام ما شاء الله. طبعا في ناس في فروحنا بتسوي يogurt كمان مع اليogurt أزكى شيء، بس الصراحة مش في زكاوة الجميل. يا كذي المنسف يا بلاش، يا كذي يا بلاش، يا ما شاء الله. بس فتيت كذية عشان النشامة. يا ويلي بصل أخضر. نعيد الموضوع. بسم الله. غط على هذه الساق، هذا الساق. لا بتعرف إن عيب عندنا، بس مو لازم لحالك على المنسف حتى لو لحاليه. جلي زي البيتزا.